طب يلا نبدأ التوك بتاعت النهاردة. في التوك بتاعت النهاردة هنتكلم على سايبر سيكيورتي رود ماب. هنتكلم من أول البيجنر ليفل. أنت دلوقتي عايز تبدأ خطواتك الأولى في مجال السايبر سيكيورتي، وعايز توصل لانترميديت ليفل، عايز توصل لمستوى متقدم في السايبر سيكيورتي. فالتوك بتاعتنا النهارده هتوك يو ثرو، يعني هنبتدي نمشي خطوه بخطوه من اول الاساسيات اللي انت محتاجها علشان تبتدي اصلا في المجال لحد ما توصل لكورسز بروفيشنال تحطك في مستوى متقدم في السايبر سيكيورتي. تمام. الاجنده اللي هنتكلم عنها النهارده في التوك بتاعتنا، هنبتدي كلام عن ايه المايند سيت، العقليه اللي انت محتاج تبقى عندك وانت بتدرس السايبر سيكيورتي. محتاج تبقى دايما بتفكر بكرايتيريا شكلها عامل ازاي. تاني حاجه هنتكلم على الموسكو ميثود. الموسكو ميثود هي احدى الميثودز اللي بنستعملها في عمليه السوفت وير ديفلوبمنت علشان ناخد ريكويرمنتس من الستاك هولدر او الكلاينت اللي بنعمله الابلكيشن. فبيبقى عندنا ريكويرمنتس كتيره جدا مطلوبه في الابلكيشن. فالميثود دي طريقه لتوزيع الريكويرمنتس المطلوبه عندنا من الاهميه القصوى لاهميه اقل فالاقل فالاقل، وهنتكلم عنها بالتفصيل. بعد كده هنتكلم على الفيرست ستيبس بتاعتنا، ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عندي as a science علشان اقدر امشي في تراك سايبر سيكيورتي. ايه العلم نفسه. احنا هنهتم في التوك دي ان احنا نتكلم على الساينس نفسه، سواء بقى الساينس ده انت اخدته في الجامعه او من على اليوتيوب او من بروفيشنال كورسز، سواء بيد او كانت فري، سواء كانت من المنح اللي بتقدمها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الان تي اي والاي تي اي. مش مهم انت اخدت النولج منين، المهم ان النولج عندك. وبرضه هنتكلم على فكره ان انا لو خدت مواد في جامعه ريليتد بالسايبر سيكيورتي، فهل محتاج اروح اخد كورسز في نفس الحاجه ولا اقدر اعمل سكيب للبوينتس اللي انا اوريدي درست اجزاء منها في الجامعه. بعد كده هنتكلم على النكست ستيبس. بعد ما انت ماسترد الاساسيات، هتبتدي دلوقتي انك تبص على البروفيشنال كورسز اللي هتوصلك لليفل متقدم. فهنتكلم برضو على ايه الكورسز اللي هتساعدك انك توصل للليفل ده، وبرضو كل ده بناء على المايند سيت اللي هكلمكم عنها في الاول. اخر حاجه هنتكلم على البراكتيكال والهاندز اون اكسبيرينس. هي اهم حاجه انك دلوقتي عندك كونسبتس مهمه جدا فهمتها ودرستها، المهم انك تطبق عملي. واخر حاجه avoid the duplication of knowledge. يعني ايه؟ ان انا ما اروحش اذاكر نفس الحاجه ما خدتها في الجامعه اروح اخد فيها كورس، اخد كورس تاني، كورس تالت، كورس رابع بيتكلموا عن نفس الشيء. فالميثودولوجي دي غلط، بتضيع لك وقتك. فهنتكلم برضو ازاي تتجنب حاجه مهمه وفي غايه الاهميه زي دي. نبتدي اول حاجه معانا، وهي دلوقتي انا محتاج ايه ميثودولوجي تبقى عندي في دماغي، المايند سيت. محتاج افكر ازاي وانا بدرس السايبر سيكيورتي. اول حاجه احنا زي ما قلنا قبل كده في التوك اللي قبل كده كانت بتتكلم على فرص العمل في السوق المصري في السايبر سيكيورتي. دلوقتي علشان تاخد وظيفه في السايبر سيكيورتي، اول حاجه لازم تبقى المايند سيت والتفكير والعقليه بتاعتك بتفكر فيها السيستم اللي انا رايح امنه ده فانكشنالي وشغال ازاي اصلا. يعني لو بتكلم دلوقتي ان انا رايح امن نتورك، فلازم ابقى عارف النتورك دي شغاله ازاي، ايه البروتوكولز اللي بتشتغل جواها. بروتوكول يعني سيت اوف رول. يعني ايه سيت اوف رول؟ يعني مجموعه من الستاندرز اللي لازم نمشي عليها كلنا. فلازم تبقى فاهم البروتوكولز بتاعت النتورك كويس جدا. لازم تبقى فاهم النتورك ديفايسز، لازم تبقى عارف الراوتر، لازم تبقى عارف السويتش، لازم تبقى عارف ايه السيرفرز الكونكتد كمان، لازم تبقى فاهم الانفراستراكشر ماشيه ازاي، لازم تبقى فاهم يعني ايه بعمل عمليه سيجمنتيشن بقسم النتورك عندي، لازم تبقى فاهم النتورك نفسها ماشيه ازاي. ده في حاله اذا كنت انا دلوقتي بامن انفراستراكشر. طب نفترض دلوقتي ان انا بامن ويب ابلكيشن، لازم ابقى عارف الكود اللي اتكتب بيه الويب ابلكيشن ازاي، لازم ابقى عارف الريكوستس بين الكلاينت اللي هو البراوزر بتاعك والسيرفر بعمليه الكوميونيكيشن دي بتتم ازاي، ولازم ابقى عارف ان في عمليه تشفير في النص عن طريق الاس اس ال والتي ال اس سيرتيفيكت. فلازم ابقى فاهم كل الكونسبتس دي. فكده اتكلمنا على الانفراستراكشر واتكلمنا على الويب.
دلوقتي لو انا دلوقتي بامن سيستم، السيستم ده في بيئه الاكتيف دايركتوري، لازم ابتدي افهم يعني ايه ويندوز سيرفر، لازم افهم السيرفر ده عباره عن ايه، افهم الاكتيف دايركتوري ازاي بيمانج مجموعه من الاجهزه عن طريق جروبس وبوليسيز. فلازم تبقى فاهم كويس جدا السيستم نفسه اتعمل ازاي وشغال وفانكشنال ازاي. تمام. وانت بتدرس سايبر سيكيورتي اهتم دايما انك تعرف الحاجه شغاله ازاي. تاني طريقه انت محتاج تبقى عارفها وانت بتفكر، طب انا دلوقتي عرفت السيستم شغال ازاي، محتاج اعرف ايه الاتاكس اللي بيتعرض لها السيستم بتاعي. يعني مضطر ابقى عارف الهاكر طريقه التفكير بتاعه والستبس اللي بيعملها علشان يلاقي vulnerability الثغرات عندي في السيستم بتحصل ازاي، ولازم ابقى عارف الvulnerability بتنتج عن ايه. يعني دلوقتي انا لازم ابقى عارف الاتاكر ماشي ازاي، ولازم اجرب بنفسي الاقي الفولنربيليتيز. تمام. فالميثودولوجي دي مهمه جدا، لازم تبقى بتفكر بطريقه الهاكر، لازم تبقى عارف انت نفسك ازاي توصل للثغرات الفولنربيليتيز عشان تعمل لها عمليه باتشنج. يعني ايه عمليه باتشنج؟ عمليه باتشنج وهي ولنفترض ان مثلا البنطلون لما بيتقطع فبنجيب له رقعه، فعمليه الباتشنج حرفيا ترجمتها هي الترقيع. ان انا اكتشفت ثغره، اكتشفت ان دلوقتي عندي فلو غلط في الابليكيشن، اكتشفت ان انا دلوقتي عندي ثغره عن طريقها الاتاكر هيقدر يعمل عمليه اكسبلويتيشن، هيقدر يستغل الثغره وينتج عنها ان يحصل اتاك، فبسد الثغره عن طريق عمليه اسمها عمليه الباتشنج. فلو انا مش عارف اصلا الاقي الثغرات ازاي، هبقى عارف منين ان انا هعمل الثغرات باتش؟ فمهم جدا ان انا ابقى عارف الاتاكرز بيفكروا ازاي. تالت حاجه في طريقه التفكير اللي محتاج اندرستاند يعني ايه السيستم هاردنينج. هاردنينج جايه من ترجمتها الحرفيه وهي كلمه هارد، معناها هارد يعني قوي، فاحنا بنقول هاردنينج عمليه التقويه للاجهزه. طب ايه عمليه التقويه للاجهزه دي؟ يعني بطبق السكيورتي بيست براكسسز على كل الديفايسز اللي عندي. يعني عندي سيرفر، بشيل كل السيرفيسز اللي ملهاش لازمه، لو في عندي اي يوزرز ان يوزابل برضو بشيل اليوزرز الان يوزابل، بعمل لهم ديسيبل. لو عندي برضو سيرفيسز ان يوزابل لازم اعمل لها ديسيبل. بطبق كل السكيورتي بيست براكتس على كل جهاز، بحيث ان انا بقوي جهاز، بحيث ان لو هتعرض لبعض الاتاكس فالجهاز دلوقتي يبقى بطبق عليه البيست براكتس، ان انا بحاول احميه على قد ما اقدر. اخر طريقه في التفكير هي دلوقتي ان انا نفترض ان حصل عليا سايبر اتاك، حصل دلوقتي انسيدنت، فلازم اديتكت الانسيدنت، لازم ابقى عارف ان في عندي اتاك حصل. طب بعد ما اعرف ان في اتاك هل هفضل ساكت؟ ابسوليتلي نوت. هبتدي دلوقتي ان انا ارسبوند على الاتاك اللي حصل ده، ان انا ابتدي هعمل دلوقتي انفستيجيشن، هبتدي اشوف ايه اللي حصل، هل ده فعلا اتاك حصل ولا السكيورتي كنترولز اللي عندي بتديني فولس اليرتس. لازم ابقى عارف كل الكلام ده. تمام. ولازم بعد ما اعرف واوقف واعمل عمليه كونتينمنت احتواء للاتاك، لازم ابتدي ان انا اريكفر السيستم تاني، لازم ارجع السيستم فانكشنال تاني. يعني نفترض حصل عندي denial of service. denial of service ده احد الاتاكس المشهوره جدا اللي بينتج عنها ان دلوقتي السيستم بتاعي بيقع. يعني نفترض دلوقتي انت داخل تشوف مثلا اكاونت بنك، فدخلت علشان تفتح الحساب بتاعك لقيت الابليكيشن داون مش شغال، فده ممكن يكون ناتج عن سايبر اتاك اسمه denial of service. ريكوستس كتير قوي عماله تتبعت للسيرفر، فالسيرفر مش قادر يهندل كل الريكوستس دي، فالسيرفيس بتقع. فان كيس ان حصل عليا حاجه زي دي، لازم ابقى عارف اريكفر السيستم وارجعه فانكشن، وارجع الاوثرايزد يوزرز ان هم يتعاملوا مع السيرفيس بتاعتي بمنتهى السهوله ومنتهى السلاسه. بس فدي طريقه التفكير اللي انت محتاجها. محتاج تبقى عارف ايه الاتاكس اللي بتحصل عندك، محتاج تبقى عارف السيستم شغال ازاي، محتاج تبقى عارف ازاي تعمل هاردنينج للسيستم، تقوي السيستم، محتاج تبقى عارف ان لو حصل عليك اتاك ازاي هتديتكت، هتعرف ان في اتاك ولا لا، وازاي هتبتدي عمليه الانسيدنت ريسبونس، وازاي هتريكفر وترجع السيستم فولي فانكشنال. نروح للجزئيه اللي بعد كده وهي الموسكو ميثود. موسكو هي اختصار لكلمه must should have could will not. تمام. ايه بقى طريقه الاناليسيس دي؟ ببتدي ان انا اعمل عمليه يعني
بقسم الريكويرمنتس بتاعتي على حسب البريوريتي بتاعتها، درجة الأهمية. فالتوك كلها هنتكلم عن طريق استخدام الموسكو ميثود. اما اقول لك على حاجه انها ماست هاف، معنى كده ان الحاجه دي مانداتوري عليك، اساسي انك لازم تذاكرها علشان تقدر تلاقي وظيفه في مجال السايبر سيكيورتي وتقدر تماستر السايبر سيكيورتي. should have هي حاجه برضو في غايه الاهميه، بس هي اقل اهميه من الماست هاف. ممكن تعملها بس ان كيس انك خلصت كل الماست تبتدي تخش على الشود هاف. could have ممكن تعملها وممكن لا، على حسب انت وقتك والكيس بتاعتك معاك قد ايه تدرس في السايبر سيكيورتي. will not have انت مش مطالب انك تذاكر الحاجه دي الا اذا كنت يعني هتخش في تخصص معين قوي. تمام. فده الموسكو اناليسيز اللي هنتكلم بيه، هنتكلم من خلاله يعني في باقي التوك. نبتدي باول حاجه وهي البيزك نوليدج اللي لازم تبقى عندك، ودي زي ما قلنا من الموسكو ميثود هي ماست هاف. كل الحاجات دي لازم تبقى عندك واساسي جدا عشان تشتغل في السايبر سيكيورتي، وهنقول عليها هي الفيرست ستيبس بتاعتك في السايبر سيكيورتي. اول حاجه وهي حاجه اساسيه جدا، لازم تفهم البرمجه، لازم تبقى فاهم بروجرامينج. اللوجيك اوف بروجرامينج يعني مش عشان بس جاست انك تكتب سكريبتس، هقول لكم سكريبتس دي دلوقتي، لا، التفكير المنطقي اللي البرمجه بتعلمه لك هيفرق معاك في حاجات كتير جدا في السايبر سيكيورتي. طريقه التنظيم بتاعه البرمجه، الالجوريزمز، يعني ايه ان احنا بنمشي على ستيبس معينه علشان نوصل في الاخر لاوتبوت معين. فطريقه التفكير البرمجيه هتساعدك اوريدي في السايبر سيكيورتي، وده الجزء الاول. ليه بنقول البرمجه مهمه؟ طب ايه تاني بيخلي البرمجه مهمه في السايبر سيكيورتي؟ ان احنا بنكتب سكريبتس، السكريبتس دي بتعمل عمليه اوتوميشن. يعني ايه اوتوميشن؟ انا دلوقتي كتبت كود هيعمل تاسك معينه لوحده او بمجرد ما رن السكريبت. فالسكريبتس دي في غايه الاهميه في السايبر سيكيورتي. ليه تاني البرمجه مهمه في السايبر سيكيورتي؟ عشان المالويرز نفسها دلوقتي كود ولنفترض نوع من انواع المالوير واللي هو الفيروس اللي هو متعارف عليه، ده عباره عن ايه؟ فايل مكتوب فيه شويه كود، فالكود ده بينفذ اوبريشن معينه ايا كانت ايه هي. فلازم ابقى فاهم برمجه علشان ابقى عارف اتعامل مع المالويرز دي، ولو حوزت بعد كده ان انا ادخل في حته المالوير ديفلوبمنت وان انا اديفلوب مالوير بايديا، كل ده عن طريق البرمجه. وبنقول عليها الاكسبلويتيشن كود دي، علشان لو سمعت ايه اكسبلويتيشن كود ده، علشان ابرفورم اتاك محتاج الاقي فولنربيلتي، اوجد ثغره، والثغره دي ان انا الاقي كود يكسبلويت يستغل الثغره. ممكن اجيب الكود جاهز واعدل فيه، او ممكن انا اللي اكتبه. فالبرمجه في غايه الاهميه في السايبر سيكيورتي. وهنتكلم كمان شويه لو انا داخل في مجال سبيسيفيكلي قوي زي الويب بنتريشن تيستنج، هبقى محتاج بروجرامينج ميثودولوجي قويه جدا. في اسباب تانية اقدر اقول عليها مهمه جدا للبرمجه برضو في السايبر سيكيورتي. هما سببين: ان التولز اللي انا بستعملها في السايبر سيكيورتي هي كلها جاهزه، بس نفترض انا بقى عايز اعمل حاجه جديده مختلفه، تول جديده تساعدني في شغلي وتسرع لي الوقت على حسب استخدامي انا. فهكتب الكود بنفسي عن طريق البايثون او الباش سكريبت او جو، ايا كانت لغه البرمجه. بس علشان اكتب تول لازم ابقى متمكن من البرمجه. اخر حاجه علشان مشاريع التخرج، دلوقتي انت لو في كليه الحاسبات والمعلومات المشروع بتاعك مستحيل يتقبل الا اذا كان في سكريبتس وفي كودنج بيتعمل، وفي المناقشه بيناقشوك في الكود وبيخلوك تكتب فانكشن بايديك علشان لو جايب الكود من على تشات جي بي تي. فالبرمجه مهمه جدا في الكليه وبره الكليه. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا دلوقتي ببقى بدرس السايبر سيكيورتي وابقى سكريبت كده عمال يتعامل مع تولز. دلوقتي الهاردوير اللي انا بتعامل معاه لازم ابقى فاهم الهاردوير، لازم ابقى فاهم ايه الرام، ايه المذر بورد، ايه الفرق ما بين الاس اس دي والاتش دي دي. كل النولج دي هتساعدني طول ما انا بوك ثرو السايبر سيكيورتي. في الاول وفي الاخر السيرفرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن كمبيوترز بس فيها امكانيات عاليه جدا عن الكمبيوترز اللي احنا بنستعملها. فيها رام بتبتدي بقى من ال 64 رام، كل الاستورج بتاعتها اس اس ديز، بروسيسورز قويه جدا غير السيريز بتاعه الانتل اللي احنا بنستعملها، بيبقى في سيريز تانية اسمها الزيون دي مخصوصه اصلا للسيرفرز. فلازم ابقى فاهم شويه هاردوير، ولازم ابقى عارف برضو ازاي اعمل ترابل شوتنج لو حصل معايا اي مشكله. يعني لازم مثلا حاجه زي الديفايس مانجر اللي انا بعمل عن طريقه
هوريكم برضو تول تانية بنستعملها في عملية الترابل شوتينج زي الديفايس مانجر. بقدر عن طريقها دلوقتي اعرف ايه الدرايفرز اللي عندي فيها مشكله في الكمبيوتر. لازم ابقى فاهم ايه الدرايفر، ازاي الهاردوير بيتعامل مع السوفت وير، وازاي الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الاوبريشنز الابلكيشنز اللي انت بتستعملها، وبيمانج الابلكيشنز دي انها تتعامل مع الهاردوير. تولز زي الديسك مانجمنت والديفايس مانجر من التولز الاساسيه اللي لازم تبقى فاهمها، لازم تبقى فاهم كل الحاجات دي. فزي ما قلنا في بدايتك وانت بتبتدي تذاكر سايبر سيكيورتي، اهتم بالبرمجه كويس جدا، واهتم بان يبقى عندك بيزك هاردوير وترابل شوتنج سكيلز. بعد كده نيجي للجزئيه الاساسيه اللي مبني عليها علم السايبر سيكيورتي، هي النتوركس. نتوركس يعني ايه نتورك؟ يعني كونكتد ديفايسز، تمام؟ ونتورك كونكتد بنتورك كونكتد بنتورك كونكتد بنتورك، ده الانترنت. انترنت هو ماذر اوف نتوركس، تمام؟ لازم ابقى فاهم نتورك بشكل اساسي وبشكل قوي جدا. لازم ابقى عارف ايه الديفايسز اللي جوه النتورك، لازم ابقى عارف ايه الفرق ما بين السويتش والهاب، لازم ابقى عارف ايه الفرق ما بين السويتش والراوتر، ولازم ابقى عارف ازاي عمليه الراوتنج بتحصل. لازم ابقى فاهم كمان دلوقتي الاو اس اي موديل ان ديتيلز، من اول الداتا في الابلكيشن بتبقى شكلها عامل ازاي، اللي هي بريزنتد قدامي على كل اجهزه الكمبيوتر. من اول الداتا دي ازاي بتعامل معاها لحد الداتا اما بتوصل لحد الفيزيكال لاير، والداتا بتبقى ماشيه في اليو تي بي كيبل على صوره الكترونز، او بتبقى ماشيه عن طريق دلوقتي حاجه زي الفايبر اوبتكس، بتبقى ماشيه از لايت ريز، او بتبقى ماشيه از سيجنال في الهواء. لازم ابقى فاهم الداتا ورحلتها من اول الابلكيشن لاير لحد الفيزيكال لاير. لازم ابقى فاهم كويس جدا الهيدرز اللي بتضاف في كل لاير. لازم ابقى فاهم الاي بي في 4 والاي بي في 6 هيدرز. كل دي انت دورك انك بتعمل اناليسيز. لازم لما تفتح الواير شارك تبقى فاهم كل حاجه وان ديتيلز من اللي بيحصل. فلازم ابقى عارف الهيدرز كويس جدا، لازم ابقى عارف عمليه الفراجمنتيشن، لازم ابقى عارف عمليه السيجمنتيشن، كل ده بيحصل ازاي. وزي ما قلنا لازم ابقى عارف ازاي اناليسيس بالواير شارك الترافيك ده كله. فزي ما قلنا النتورك مهمه جدا 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 في البدايه، وهرشح لكم دلوقتي ايه الكورسز اللي ممكن تاخدها في النتورك. بس عايزين نتكلم برضو على جزئيه، انك لو درست في الجامعه ان كيس انك درست بروجرامينج، سواء كان بالبايثون، سي بلس بلس، سي شارب، جافا، اللغات المتعارف ان الجامعات بتبتدي بيها، ف يو دونت نيد انك تدوس في البرمجه اكتر من كده. جاست بس روح انك ابتدي طبق بايدك واعمل بروجكتس، اعمل بورت سكانر، اعمل كي لوجر، اعمل اكتر من بروجكت، وابتدي حل بروبلم سولفنج على هاكر رانك بقى، او اي كومبتيتيف بروجرامينج ويب سايت، تمام؟ ان كيس انك درست نتورك في الجامعه، فانت هتبقى درست يا دوبك بس البيزكس. بس البيزكس دي مهمه جدا، بس هتحتاج تروح برضو تدرس كورس سي سي ان اي او نتورك بلس، هنتكلم عنهم كمان شويه، تمام؟ بالنسبه للبيزك هاردوير ترابل شوتنج، فده انت مش هتبقى تاخده في الجامعه قوي، بس انت هتبقى تاخد الهاردوير كومبوننتس. فانت مش محتاج، لو انت درست الفرق ما بين الاس اس دي والهارد، ودرست الرام ودرست المذر بورد والكومبوننتس او الكمبيوتر، فانت مش محتاج تعرف اكتر من كده في الهاردوير. ابتدي بس شوف فيديوز على اليوتيوب لعمليه الترابل شوتنج للدرايفرز، وابتدي شوف عموما افهم الدنيا ماشيه ازاي في عمليه الترابل شوتنج. مش محتاج تروح تاخد كورس كامل في الموضوع ده، لا جاست انت ممكن تريكفر النولج دي من على اليوتيوب، تمام؟ بعد كده حاجه في غايه الاهميه، انت دلوقتي شغلك كله هيبقى على اجهزه الويندوز واللينكس، لان دي اجهزه الاند يوزرز، تمام؟ فانت لازم تبقى فاهم الويندوز كويس جدا. الويندوز مش جاست اللي انت بتتعامل معاه، لازم تبقى فاهم الويندوز ايفنت فيور، لازم تبقى عارف الكوماندز بتاعت السي ام دي، وتعرف تتعامل عن طريق السي ال اي كوماند لاين انترفيس.
اللينكس لازم تبتدي تعرف اللينكس كويس جدا، لانك في كل الاحوال هتتعامل مع التولز دي بدل ما تقعد تنزلها على الويندوز، ففي ماشينز جاهزه نازل عليها كل التولز زي كالي لينكس والباروت في حته الايثيكال هاكينج. وعندك ماشين مهمه جدا اسمها سكيورتي اونيون نازل عليها سام سوليوشن واكتر من تول خاصه بالبلو تيم. فلازم تبقى عارف الكوماندز كويس جدا بتاعه اللينكس، لازم تبقى عارف تنافيجيت ازاي في اللينكس، تكريت فايل، تكريت يوزر، كل حاجه تبقى عارف تعملها عن طريق السي ال اي. ما تتعاملش مع لينكس نهائيا بالجي او اي، تمام؟ بس ابتدي ادرس الويندوز لان هو اللي انت هتبقى فاميليار بيه وانت طول عمرك بتستعمله. فابدا باللينكس بالويندوز وابتدي شوف السي ام دي والباور شيل وتعلمهم كويس. واما تروح لللينكس هتبقى الكونسبت انت عرفته ازاي في الويندوز اللي انت طول حياتك بتستعمله، فهتبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لك في اللينكس. بعد كده والجزئيه دي في غايه الاهميه، واوعى تعمل سكيب للجزئيه دي، بيزكس اوف سايبر سيكيورتي، بيزك ترمينولوجيز بتاعه السايبر سيكيورتي، المصطلحات بتاعه السايبر سيكيورتي، الكلام النظري اللي في الاول عن السايبر سيكيورتي، الاويرنس عن السايبر سيكيورتي. كل الحاجات دي لازم 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 تفوكس على كورسز بتدي البيزكس بتاعه السايبر سيكيورتي. فالموضوع ده مهم جدا ولازم هتذاكر له كورسات، وحتى وان كانت بيجنر ليفل بس هتفرق معاك جدا بعد كده في الستيجز اللي جايه. ما تحاولش تعمل سكيب لاي ستيج من الستيجز دي. اخر حاجه انت محتاج تتعلمها تفهم كونسبت الفيرتشواليزيشن، لازم تفهم يعني ايه تايب 1 وتايب 2 هايبرفايزر، لازم تفهم ازاي بحمل الفيرتشوال بوكس، لازم تفهم ازاي بحط الايزو ايمج جواها، لازم تبقى عارف ازاي التايب 2 هايبرفايزر اللي هو زي الفيرتشوال بوكس انت بتقدر تدخل فيه اكتر من اوبريتنج سيستم بيعملوا شيرنج للريسورسز بتاعه الجهاز بتاعك. لازم تبقى فاهم الكونسبتس دي كلها ولازم تطبق عملي. لازم تنزل الفيرتشوال بوكس وتبتدي تشتغل عليها وتحمل اكتر من ماشين وتشغلهم وتخليهم يبتدوا يعملوا عمليه كونكشن ببعض، وانك تبتدي تبقى عارف النولج دي لانها تفرق معاك جامد جدا في النكست ستيجز. الاساسيات دي اهتم بيها كويس جدا، وانا عايز اقول لك انك لازم يبقى عندك سوليد نولج في الكلام ده، لازم تبقى قوي فيها علشان ما ترجعش تاني تقعد تذاكر الحاجات دي من الاول. انت هترجع هتبص على الكلام ده تاني بس هتبص بشكل ادفانسد. يعني لما هتبص على البروجرامنج هتبص بشكل ادفانسد، مور ادفانسد. لما هترجع تبص على النتورك هتبص بشكل مور ادفانسد. لما ترجع تبص على لينكس هتبص بقى على حته اللينكس ادمنستريشن وتبص بميثودولوجي مور ادفانسد. بس فاهتم بالجزئيه دي حتى لو قعدت معاك اكتر من سنه مفيش مشكله، بس ادرس ودوس جامد علشان ده هيفرق معاك بعد كده. نروح بعد كده علشان نعرف دلوقتي انا لو ذاكرت لغه برمجه زي بايثون او سي بلس بلس، هل انا محتاج ابقى عارف بي اتش بي، الجافا، محتاج ابقى عارف جافا سكريبت، محتاج ابقى عارف لغات كتير، محتاج ابقى عارف 6-7 لغات؟ الحقيقه الاجابه دي زي ما هنرجع للجزئيه بتاعه الموسكو ميثود ف will not have. انت مش محتاج تماما انك تبقى عارف 6-7 لغات برمجه، يكفيك جدا تبقى عارف بايثون وسي بلس بلس او حتى بايثون لوحدها لانها سكريبتنج لانجويج قويه جدا، انتربريتد لانجويج بتعمل بالانتربريتر. فالبايثون لغه قويه جدا 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 بالذات في حته السايبر سكيورتي وفي حته ان التولز دلوقتي في تولز كتير جدا معموله بالبايثون. تمام؟ هل ابدا برمجه بالجافا سكريبت او بي اتش بي؟ مطلقا اوعى تبتدي بالجافا سكريبت او البي اتش بي، لان اللغات دي هتلاقي استخدامها اكتر في الويب، فانت لازم هتبقى عارف HTML و CSS والبراوزر شغال ازاي والدنيا دي كلها علشان تبتدي تتعامل مع البروجرامينج لانجويجز دي. فانا انصحك لو هتبتدي تتعلم برمجه روح لبايثون، سي بلس بلس، سي شارب، جافا العاديه، اللغات دي. وهتلاقي كل الجامعات بتدي لغه من الاربعه دولت هي اللي بتمشي بيها، وبتدي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بيها برضو. فانصحك تبتدي بواحده من الاربعه دولت، وانا ترشيحي الاول هيبقى لبايثون وبعد كده سي بلس بلس. فزي ما قلنا ما تروحش تذاكر اكتر من لغه برمجه. السؤال اللي بتسأله دايما، هل انا محتاج ادرس نتورك بلس وسي سي ان اي واروح كمان الاتش سي اي اي داتا كومب بتاعت هواوي ادرس الثلاثه؟ فبرضو الاجابه ايه؟ will not have من الموسكو ميثود. يكفي جدا 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 واحده من الثلاثه.
التلاتة هيدوا لك نفس النولج اللي هتحتاجها في النتورك، نفس اساسيات النتورك، بس الكومباتيا هي فيندور نيوترال. يعني ايه فيندور نيوترال؟ يعني هتلاقيها مش بتكلمك على الديفايسز، مش زي سيسكو في السي سي ان اي هتكلمك على سويتشز، والسيسكو اي او اس نظام التشغيل الخاص بالراوترز والسويتشز بتاع سيسكو. واوي بتعمل نفس الحركه، بتكلمك على الاي او اس بتاعها، بتكلمك على الديفايسز بتاعتها. فلو عايز حاجه نيوترال روح للنتورك بلس. ترشيحي انا تروح للسي تي ان اي او الاتش سي اي اي. ليه؟ لان احنا هنا في مصر هتلاقي اكتر من 90% من الاجهزه اللي مستعمله في النتورك من سيسكو، فانت لازم تبقى عارف الكونفيجريشن بتاع سيسكو ماشي ازاي، لعل وعسى تشتغل في النتورك او نتورك سكيورتي. بعد كده هتلاقي واوي ابتدت تنتشر في مصر في اماكن كتيره، وواوي مهتميه دلوقتي بالكورسز بتاعتها، وهتلاقيها تبع الان تي اي والاي تي اي وابتدت تنتشر. فانصحك برضو تروح لواوي لان الكورسز بتاعتهم محترمه. لو انت عايز حاجه نيوترال ممكن تروح للنتورك بلس، وهي هتخلص منك اسرع بكتير من السي سي ان اي او الاتش سي اي اي داتا كوم. بس انا ترشيحي بصراحه هيكون للسي سي ان اي، واهتم بيها وادرس السي سي ان اي وادرسها ان ديتيلز وافهم الكونسبتس اللي فيها، وهي احسن مدخل ليك للسايبر سيكيورتي حرفيا هي السي سي ان اي. فكل الناس اللي في سوق العمل اجمعت، الناس اللي شغاله يعني في السوك او النتورك سيكيورتي او الدومينز اللي بتحتاج نتورك، اجمعت ان سي سي ان اي هي المدخل الانسب للسايبر سيكيورتي. تعال نروح لسؤال تاني مهم جدا. Do I need to study basics of cyber security from different courses؟ السؤال ده مهم جدا. فالإجابة هنا هتكون should have. هي مش must بس هي should have من الموسكو ميثود. أنا أنصحك إنك دلوقتي لو أنت ما درست السايبر سيكيورتي كونسبتس في الجامعة، إنك تبتدي من الأول خالص from scratch ب introduction to cyber security. الكورس ده بيديلك البيزك ترمينولوجيز بطريقه حلوه وجميله جدا، وسيسكو بصراحه في الجزئيه دي محترفين جدا في ان هم يديلك الترمينولوجيز النظريه باسلوب سهل وبسيط. وخليك متابع الشانل عشان ان شاء الله هنزل الكورس ده كله على اليوتيوب فور فري، وهكلمكم على ايه الريسورسز في توك تانية الفري اللي تقدر تذاكر عن طريقها كورسات سايبر سيكيورتي. بعد كده خلصت الستيج دي، روح للستيج اللي بعدها وهي السايبر سيكيورتي اسينشالز. برضو الكورس تابع لسيسكو، كورس قوي جدا بيبتدي ان يعرفك على تولز في السايبر سيكيورتي ويكلمك برضو كلام نظريا عن السايبر سيكيورتي، بس بيقوي السوليد والنولج بتاعتك في السايبر سيكيورتي. لو ان كيس انك درست في الجامعه انك تخصص سايبر سيكيورتي او اي تي في الجامعه، ودرست introduction to cyber security او data security cyber security، فانت ممكن تعمل سكيب لكورس introduction to cyber security وتروح لكورس cyber security essentials. او لو انت ماده زي دي هتاخدها في سنه تانية مثلا او تالتة، فانصحك انك وانت في سنه اولى تبتدي بالintroduction to cyber security. خلصت دولت، هبتدي اروح دلوقتي الكورس من الاثنين، ما تاخدش الاثنين، يا اما الجوجل سايبر سيكيورتي يا اما السكيورتي بلس. الاثنين هيدولك الدومينز بتاعت السايبر سيكيورتي، هيعرفوك على كل حاجه، هيعرفوك ايه الويب تيستنج، ايه نتورك بنتريشن تيستنج، هيعرفوك برضو على الاكتيف دايركتوري والاكتيف دايركتوري اتاكس. هيبتدي يكلمك عن حاجات كتير جدا جدا جدا، وبيكلمك برضو عن السكيورتي اوبريشن سنتر وعمليه الاناليسز، وهيكلمك عن البيبل ان سايبر سيكيورتي، هيكلمك على الدومينز كتير جدا اللي اتكلمنا عنها في التوك اللي فاتت اللي هسيبها لك تحت في الديسكربشن. ترشيح انا روح خد واحده من الاثنين، ما تاخدش الاثنين، لان الاثنين فيه معلومات كتير قوي هتلاقيها دوبليكيتد بين الاثنين، فانت بتضيع وقت لو رحت ذاكرت هنا ورحت ذاكرت هنا. وهيكون ترشيحي بصراحه لجوجل سايبر سيكيورتي، مع انها حاليا اصبحت انك تبع كورسيرا محتاج تدفع فلوس، بس ده استثمار كويس جدا ويستحق انك تدفع فلوس. خلصنا دلوقتي مرحله البيزكس، مرحله الاساسيات الستبس الاولى. بعد المرحله دي عايزين نشوف ايه النكست ستبس بتاعتنا. اهتم بالمرحله دي، ذاكر كويس وطبق عملي زي ما هكلمك في الاخر. دلوقتي بقى هنتكلم على الانترميديت نوليدج، هنتكلم على النكست ستبس بتاعتك. اول حاجه محتاج تدرس نتورك سيكيورتي. حتى لو هتشتغل از بن تيستر لازم تبقى عارف نتورك سيكيورتي، لازم تبقى عارف السكيورتي كنترولز كويس جدا، لانك هتعمل لها عمليه ايفيشن باي باس. هتحتاج تعدي من السكيورتي كنترولز دي عشان تلاقي الثغرات جوه السيستم. فانت لو مش عارف ان في سكيورتي كنترول او ايه هو او انواعهم
او ازاي بيتعمل لهم كونفيجريشن او ازاي بيشتغلوا، فمش هتبقى عارف تعمل ايفيشن نهائيا، وهتبقى بيجي للسوك اناليست اليرتس انك عمال تاتاك ويعمل لك بلوك او يحطك في هاني بود. فلو انت ما عندكش نولج بيس كويسه في النتورك سكيورتي مش هتعرف تعمل حاجه از بن تيستر. ولو هتشتغل از نتورك سكيورتي فابسوليوتلي محتاج تادفانس وتماستر النتورك سكيورتي. ولو هتشتغل سوك اناليست محتاج تدرس الجزئيه دي كويس جدا. بعد كده ايثيكال هاكينج مفروغ منها، لازم تبقى فاهم ايثيكال هاكينج، لازم تبقى عارف عمليه السيموليشن للسايبر اتاك، عمليه محاكاه السايبر اتاك ماشيه ازاي. حتى اذا كنت هشتغل نتورك سكيورتي انجينير هتشتغل سوك اناليست لازم تبقى عارف الاتاكرز ايه الستبس اللي بيمشوا عليها، ايه البنتستر بيمشي على ستبس ايه. الكلام ده مفروغ منه. وهرشح لكم طبعا الكورسز في التوك دي في السلايدز اللي بعد كده. محتاج تبقى فاهم ايه السيرفر، محتاج تبقى فاهم الويندوز سيرفر شغال ازاي، سيرفيسز الدي اتش اس بي دي ان اس، كل السيرفيسز دي لازم تبقى عارف بتشتغل ازاي. الاس ام بي لازم تبقى فاهم الفايل شيرنج ده بيتم ازاي. لازم تبقى عارف ان في الشركات مفيش حد بيسيف الداتا على الكمبيوتر بتاعه، الداتا كلها بتاعت الشركه بتسيف على سيرفرات. فلازم تبقى فاهم الكلام ده بيتعمل ازاي. لازم تعرف الاكتيف دايركتوري وازاي بمانج اليوزرز كلهم وبطبق عليهم بوليسيز عن طريقه. لازم تبقى عارف ان عمليه الاوثنتيكيشن بتتم عن طريق حاجه اسمها الكيربروس. لازم اتليست تبقى فاهم السوك بيعمل اناليسيس ازاي، وايه السيم سوليوشن اللي احنا عمالين نتكلم عليه، وايه اللوجز وانواعها والاليرتس. حتى لو مش هتشتغل از سوك اناليست بس المصطلحات دي مهمه جدا. لازم تبقى عارف ايه السيم سوليوشن. مش شرط انك تروح تاخد كورس كامل في السوك، بس جاست انك يبقى عندك نوليدج الناس دي بتعمل ايه وشغلها ازاي ومتقسمين ازاي. بعد كده سؤال مهم جدا، do I need to study network security from different vendors؟ زي ما اتكلمنا في النتورك، هل لو رحت درست CCNA security which is النيم بتاعها اتغير ل network security، اروح ادرس تبع هواوي ال HCI security، ولا اروح ادرس مع عملاق الفاير وول فورتينات اروح ادرس السوليوشن بتاعهم الفورتي جيت اللي هو اصبح كورس نتورك سكيورتي وكان سابقا ال NS4 وال NS5؟ هل اروح ادرس ده وده وده؟ الاجابه حقيقه could have. ما قلتش لا must ولا should. لو رحت دلوقتي ابتديت بواحد من الكورسين دولت فده كويس جدا، هيدي لك النولج بيز قويه جدا في النتورك سكيورتي. لو انت مش هكمل في تراك النتورك سكيورتي فيكفي قوي واحد من الثلاثه، لكن ان كيس انك هكمل في النتورك سكيورتي فعلى الاقل روح ادرس النتورك سكيورتي CCNA سكيورتي، روح ادرس سوليوشن من الاثنين دولت. ليه؟ لان التو كورسز دول بتركز على الفاير وول اكتر من ده بيركز على الساينس العلم نفسه بتاع النتورك سكيورتي، لكن التو كورسز دول بتركز اكتر على الفاير وول والسكيورتي كنترولز والكونفيجريشنز بتاعته. فان كيس انك حابب تراك النتورك سكيورتي فعلى الاقل ادرس ده وادرس ده، ادرس الاثنين. لكن لو انت هتشتغل بنتستر سوك اناليست كود هاف عندك تايم اعملها، ما عندكش خلاص مفيش اي مشكله. نروح لسؤال تاني، do I need to study ethical hacking from different courses؟ وحقيقة الإجابة بتاعت السؤال ده according للموسكو ميثود should have. ما قلتش must بس قلت should. ليه؟ لأن دلوقتي عندك كورس عظيم جدا زي ال CH Certified Ethical Hacker from EC Council. الكورس ده بيركز على مصطلحات ال penetration testing، بيركز على الاتاكس، بيركز على المحتوى النظري بتاع البنتريشن تيستنج، وشهاده هتدي لك نولج عاليه جدا في الحته دي. بس عيب الشهاده دي ان البراكتيكال فيها مش احسن حاجه. بس في تو فيندورز تانيين بيدوا كورسز حلوه قوي في البنتريشن تيستنج، الاي جي بي تي، وعندك TCM بتدي براكتيكال ايثيكال هاكينج. انا رايي ذاكر CH ومعاها واحد من التو كورسز دولت. ليه؟ لان الكورسز دي بتركز على التولز وبتركز على العملي، بتبتدي معاك العمليه بتاعه البنتريشن تيستنج از ستيبس، وبتدي لك تولز عملي كتير، لكن مش بتركز على الميثودولوجي والحته النظريه وانها تفهمك الستبس ان ديتيلز. فذاكر مع CH واحده من الاثنين دولت. طبعا في علشان برضو تبقوا عارفين في النتورك سيكيورتي والبن تيستنج فيندورز كتير جدا وكورسز كتير جدا. الكورسز اللي انا برشحها لك دي دلوقتي بناء على
اهميتها في سوق العمل وسهوله انك تحصل عليها، انك تلاقيها بتتشرح في سنترز، تلاقيها على اليوتيوب. وكمان الافوردابيلتي، لان الكورسز دي رخيصه. انا مش بكلمك في كورسز زي بتاعه سانز، طبعا كورس سانز اقوى من كل ده، بس كورس سانز صعب قوي تلاقي انستراكتور بيشرحها في مصر او ايفن حتى على الانترنت، والشهادات بتاعتها غاليه جدا، لكن الشهادات دي مقبوله. يعني تي سي ام في الشهر ب $30. الاي جي بي تي هتلاقي فيه ماتيريالز كتير ليها فري، وهكلمك عن الموضوع ده في التوك اللي جايه. فانا برشح لك بناء على سوق العمل بيحب فيندورز ايه، زي سيسكو محبوبه جدا في السوق المصري بالذات، والكورسز اللي تقدر تاخدها هتلاقي لها انستراكتورز وتلاقيها تبع المنح زي الان تي اي والاي تي اي. نرجع لمرجوعنا في النتورك سيكيورتي. هل لو انا تخصص سايبر سيكيورتي محتاج اروح لبروفيشنال كورسز زي دولت؟ لان الكورسز دي بتكفرز ديفايسز وبتكفرز تولز وتبع فيندورز، فالحته دي مش هتلاقيها في الدراسه الجامعيه قوي. هل لو انا اخدت بن تيستنج في الجامعه محتاج يعني ما اخدش كورس من دولت؟ ممكن ما تاخدش السي اتش لانك هتاخد محتوى اكاديمي نظري في الجامعه، ممكن تروح لواحده من الاثنين دولت تتعلم تولز. السؤال اللي بعد كده وهو في غايه الاهميه دلوقتي، البراكتيكال اند الهاندز اون اكسبيرينس. طول ما انت ماشي في مسار تعلمك من البيزكس للانترميديت محتاج تطبق عملي، بدايه من النتورك طبق عملي على الباكت تريسر، حط راوترز وهاد سويتش واعمل في لانز وكونكت راوترز ببعض واعمل ديفرنت نتوركس، وشغل راوتنج بروتوكول زي الاوس بي اف، دايناميك راوتنج بروتوكول زي الاوس بي اف، اعمل ستاتيك راوتنج، اعمل في لانز، اعمل انتر فيلان، اعمل ايثر تشانل. جرب كل الحاجات دي بنفسك عملي على الباكت تريسرز. ما تقعدش تتفرج على فيديوز كانك بتتفرج على فيلم او مسلسل، طبق بايدك عملي في النتورك. نزل الفيرتشوال بوكس وابتدي جرب بنفسك انك تنزل ايزو ايمجز عليه، وانك تشغل اكتر من اوبريتنج سيستم. الموضوع ده مهم جدا بالذات لو هتدوس في حته البنتريشن تيستنج، فانت هتنزل اكتر من ماشين فولنربل ماشين زي الميتاسبلويتابل 2 او من على فالنا هاب اي فولنربل ماشين، وتبتدي انك تهاك الماشين دي عن طريق الكالي لينكس، واللي هو اللي احنا هنجيله بعد كده. نزل الكالي لينكس عندك على الفيرتشوال بوكس وابتدي تطبق عملي، واعمل نافيجيشن في السيستم وكاريت فايلات، ابتدي اعمل يوزرز، ابتدي اعرف الكومنز، ذاكر كويس لينكس. بعد كده نزل برضو على الفيرتشوال بوكس، نزل الويندوز سيرفر وابني وهات ديفايسز، نزل ويندوز 10 ويندوز 7 ماشينز، وابتدي انك تمانج كل ده عن طريق الويندوز سيرفر والاكتيف دايركتوري. ابني build your own network, build your own environment. ليه بقول الموضوع ده مهم؟ انت ممكن تشتغل في حته الادمنستريشن بتاعه السيم سوليوشن او الاكتيف دايركتوري، انك تبقى الادمنستريتور اللي بيعمل مش الكونفيجريشن بقى والشغل بتاع ما بعد ان الحاجه اتعملت، لا انت اللي بتعمل بنفسك الانفايرمنت، انت اللي بتسيت اب الانفايرمنت، لان الحته دي مرتباتها اعلى بكتير من المهندس اللي بيبقى قاعد على الفاير وول ولا قاعد بيمانج الدنيا على الاكتيف دايركتوري. لكن اللي بيسيت اب الاكتيف دايركتوري والفاير وول بيقبض تقريبا الضعف. اهم حاجتين بقى بعد كده، تراي هاك مي وهاك ذا بوكس. حل، ابتدي يشوف ايه السي تي افس، ابتدي يعرف ايه الكابتشر فلاج، ابتدي يحل كتير على تراي هاك مي، لانه اولا ميزته ان بيديلك شهادات ورخيص. هاك ذا بوكس اغلى شويتين والسيرتيفيكتس بتاعته لا هي غاليه شويتين ثلاثه، بس هتلاقيه مور ادفانسد عن تراي هاك مي، بيركز في حته السي تي افس اكتر من الوك ثروز. فنصيحتي ليك، السايبر سيكيورتي از اباوت كونسبت يو اندرستاند. افهم الكونسبت كويس جدا، ابتدي انك دلوقتي براكتس على الكونسبت اللي انت فهمته. كونسبت براكتس، كونسبت براكتس، كونسبت براكتس. ما ينفعش تبراكتس بس، لان في ناس كتير بتروح تحل على تراي هاك مي وما تذاكرش كورسز نظريه، فبيقع منه حاجات كتير في الانترفيو وبيبقى مش كواليفايد ان هو يشتغل. وفي ناس بتعمل العكس، تقعد تذاكر كورس نظريه سي ان اي في السكيورتي بلس في كذا كورس مش عارف ايه في ايه، وما بتحل سي تي افس، ما تعرفش تجيب فولنربيلتي بنفسها. فابتدي بتراي هاك مي، بعد كده روح لهاك ذا بوكس بس. ودي كانت الرود ماب بتاعتنا علشان توصل للانترميديت ليفل.
هقول لكم على 2 بوينتس. البوينت الاولى ان هنزل الكورس بتاع الانترودكشن تو سايبر سيكيورتي الفتره الجايه. البوينت الثانيه في كذا توك هتكلم فيها الفتره الجايه عن اكتر من حاجه، زي ايه الريسورسز الفري اللي تقدر عن طريقها تتعلم السايبر سيكيورتي. وفي فعليا كميه ريسورسز كتيره جدا 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 فري وليجل انك تذاكر منها في السايبر سيكيورتي. فيعني شكرا لكم انكم انتظرتوا لاخر الفيديو. ولو في توبيك معين حابين ان احنا نتكلم فيه اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وشكرا لكم.